في الفصل الخامس ديال كتاب فضلات الخوان واللي تكتب 9 القرون هذه تيتكلم الكاتب على شهوة الحوت اللي كانوا عندنا. وأول حاجة تيقول اعلم أن جميع أنواع الحوت لا بد أن يحكم غسله ويترك حتى يمصل، يعني يتسقطر. والوصفة الثالثة في هذا الفصل هي لون المروج، وهذه هي الوصفة في المخطوط الأصلي. تيقول الكاتب تؤخذ من الحيتان الكبار أو الصغار من أيهم أمكنك، يعني الحوت اللي بغيته، وتجرده من خارجه وتنقيه من شوكه. أنا غادي نصاوب طويجين بالحوت بلا شوك، وتجعل عليه ملحا وخلا وزيتا جيدا وفلفلا وكزبرة يابسة وكمونا قليلا وحبات من توم وزعتر. أنا غنزيد في الشرمولة الخرقوم والتحميرة. الخرقوم ما كانش عندنا في ذاك الوقت. وتيقول وقد يعمل هذا اللون من السردين الصغير أو الشطون بالقزبر الأخضر. نشرملو الحوت ونديرو في الطاجين مع قطيرة زيت العود. وملي قرب يطيب نسموه براس معلقة السمن الحار، وإلا خفتو من السمن يكون مجهد ديروا السمن المدوب. قل الملحة دق الكمون دق الملحة دق. هي المهرزة. بعض المرات تيجيو الصبلين ياكلوا عندي تيقولوا لي كاينه شي ماكلات عندكم تيشبهوا لديالنا. نوض الله يجيبك على خير، راه ماكلتكم اللي كتشبه لماكلتنا. بسم الله. غادي نصوبوا التشرميله. القزبور والمعدنوس احسن طريقه باش يعطي القزبور والمعدنوس نسمه ناضيه هي يدقوا في المهراز. تومه، تحميره، الكمون، الملحه، البزار، السودانيه، سكنجبير وزيت العود، ونزيدوا العصير الحامض. مشيت الخل تنا سهلة وشهيوتنا وجداد. ايوا جربوها فهي طيبة عجيبة.